اولا انا مش هضرب طلقه ضد اي مواطن سوداني ولا هضرب السودان لو قفلت. مبارك رفض يدخل مصر في مواجهات مع دول الجوار، وقال انه عارف يعني ايه مواجهه كويس قوي ومش ناوي يعمل ده. الرئيس الراحل مبارك في حديثه مع الرئيس السوداني عمر البشير كان واضح جدا وصريح، وده كله اتسجل في فيديو على لسانه واللي رجع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي اليومين دول. مبارك كان حريص على توضيح الموقف للجانب السوداني وقال انا مش هضرب عيار واحد ضد اي مواطن سوداني لو عملت ايه، وانا مش ضد اي مواطن سوداني ولا ضد السودان نفسه، وحتى لو انت بدأت مفيش حل غير اني انا هدافع عن نفسي، لكن فيما عدا ذلك لست مستعد لمواجهة. وتابع مبارك بحزم، وانت اديت تصريح من فترة قلت احنا هنواجه لآخر رجل، انا رديت عليه وقلت له أنا مش هواجهك، وكمل كلامه وقال أنت جنرال وعارف المواجهة ما هياش سهلة، الواحد يروح يخبطها قبل ما تقول كلمة المواجهة قبل ما تشوف ما يترتب عليها من مصايب اقتصادية وناس بتترمل ويتامى وبلاوي كتير، وأنا مش مستعد لمواجهة السودان. كمان مبارك ذكر حجم السودانيين في مصر وقال له هل تعلم إن عندي فوق ال4 مليون سوداني في مصر؟ لكن البشير رد وقال له إنه عمل إحصائية وعرف إن السودانيين في مصر 100,000 بس. وكل ذكاء مبارك رد عليه وقال له في منطقة الخليج عندنا 300,000 سوداني وفي مصر مليانين وعندنا أعداد مهولة. وسخر منه مبارك وقال له طب تحب أرجعهم لك عشان تعدهم؟ حلها كده طالما أنت بتقولي 100,000. اللقطة دي كشفت حكمة مبارك في التعامل مع القضايا الإقليمية وحرصه على مصلحة مصر وأمنها وتوضيح الحقائق لأي طرف خارجي من غير ما يدخل في مشاكل أو مواجهات ممكن تدمر البلد.